تمرينات احماء الصوت زي اي تمرينات تانية، زي ما بتعمل تمرينات احماء قبل الجيم عشان تفك العضلات. التمرينات دي مفيدة جدا انها تقوي لك احبالك الصوتية، تخليك تتحمل فترات تسجيل طويلة، نفسك طويل، مرتاح في الاداء اكتر، ومميزات تانية كتير. لكن خد بالك انك ما تتعداش النقطة المريحة في نطاقك الصوتي. اول ما تحس انك مش مرتاح، الحلق عندك بيجف، الموضوع هيقلب معاك بالتهاب في الحلق، ولو استمر فترة طويلة ممكن يقلب التهاب حاد يخليك توقف المجال كامل. من التمرينات الممتازة في الإحماء تمرين الهامينج أو الهمهمة. ده بيقلل الضغط على صوتك، بيمدد الأحبال الصوتية، بيساعدك تتخلص من التوتر في الحلق والوش، وكمان بيدعم التنفس. التمرين التاني تمرين البرطمة. الحركة دي بتشغل الحجاب الحاجز، بتخفف التوتر، وبتخلي أحبالك الصوتية مستعدة للأداء. كل ما تتقن التمرين ده بيساعدك في تلوين صوتك، بتنوع التنغيم أكتر. الحركة اللي بعد كده حركة الغنة. هتلاحظ اهتزاز عظام الأنف، وده هيساعدك جدا تتحكم في طبقة صوتك ويحسن النغمة والرنين عندك. لو انت مبتدئ هتحتاج تمارس تمرينات الإحماء الصوتية دي من 10 دقايق ل 15 دقيقة لحد ما توصل بعد فترة لساعة وساعتين في التمرين كل يوم. أنا كنت عايدة، مدربة التعليق الصوتي. لو عندك أي استفسار سيبلي كومنت أو مسج وهرد عليك.